Hello my students. يلا نفهم الفرق في الاستخدام بين a, an, some, any. نبدأ باستخدام أداة النكرة a. تستخدم قبل أي اسم يعد مفرد. لازم يكون أول حرف في الاسم حرف ساكن، وهنا هنراجع كل الحروف الساكنة. هي كل حروف الألفابت ما عدا 5 حروف هي الفاولز. يلا نشوف أمثلة. a bird, a web, a ball, a carrot, a pineapple, a taxi, a cup, a tomato, a potato. هنلاحظ من الأمثلة إن من الأسماء التي تعد أسماء الحيوانات والطيور، الفاكهة والخضروات، وسائل المواصلات، أدوات المائدة، أدوات اللعب، وأسماء الأماكن. أداة النكرة an تستخدم قبل اسم يعد مفرد. الاسم لازم يكون أوله حرف متحرك يعني vowel. الحروف المتحركة 5 هي A, I, E, O, U. يلا نشوف أمثلة. an apple, an umbrella, an insect, an onion, an egg, an ant, an ice cream, an orange, an old house. وهنا هنلاحظ إننا استخدمنا an قبل الصفة، ونفس الشيء بينطبق على a. ممكن نقول مثلا a big car. ده معناه لو في صفة قبل الاسم المفرد هيكون a أو an قبلها، وهنستخدم a أو an حسب الحرف الأول من الصفة ساكن أو متحرك. لو الصفة بتبدأ بحرف ساكن نستخدم a، ولو بتبدأ بحرف متحرك هنستخدم an. يلا نشوف بعض الجمل ونتعلم منها استخدام a و an. There is a carrot. و there is معناها يوجد. I want an apple. We wear a uniform. Uniform معناها زي موحد. They have a big garden. ناخد بالنا إن a جت قبل الصفة. I need an umbrella. He wants a cup of coffee. We need a bottle of milk. أتمنى نكون استفدنا. Thank you and bye for now.